جماعه النهارده اشتريت اجهزه وحاجات كتير وهعمل بيها اوضه تعذيب هتبقى جامده قوي بجد. وعلشان اعمل كده دخلت على موقع الدرهالي وطلبت المنيو كله. تعالوا نجرب كل الاجهزه مع بعض. واول حاجه جبت صاروخ علشان هيبقى مهم وممتع جدا وبيجي معاه الايد والحمايه علشان مفيش حاجه تطرطش عليك وانت شغال، وفي 6 سرعات علشان يلمع او يقطع وده قليل شويه في الصواريخ وهيخلينا نعمل بيه اكتر من حاجه. وجبت له الاسطوانات العاديه بتقطع الحديد بس، وجبت له الاختراع ده بيتحمل 12000 لفه وبيقطع خشب وحديد واكليريك وعظم وشحم ولحم. وجبت حامل يخلي الصاروخ ده منشار ديسك علشان اتحكم في الزوايا وركبته وفعلا هيبقى مفيد جدا. وعلشان الصاروخ فيه سرعات قليله برده فجبت القطعه دي بتركب فيه وبيركب فيها لباد التلميع عشان نلمع الضحيه، وممكن برده يتركب فيه ورق صنفره بس اكبر من ده شويه وتبقى صنفره دائريه. وعلشان ازود المتعه اكتر جبت شويه مناشير واسلحه ومسكات وكلامبات وشويه ادوات تخلي الحوار احترافي اكتر. وجبت برده اركت وده بيقطع الخشب وبيجي معاه الشفرات بتاعته وفيه فتحه لشفط الغبار، وبرده فيه سرعات كتير وهيخليني اعرف ارسم بالتقطيع واعمل لوح مش موجود منها قبل كده. وجبت له جهاز اسمه بلاور وده بيعمل ضغط هواء كبير جدا واوفر بس فيه سرعات برده، ولو غيرت القطعه دي وركبتها من الناحيه التانيه وركبت الكيس اللي بيجي معاه هيبقى بيشفط ويشتغل زي المكنسه. وممكن برده يتركب في الاركت علشان يشفط النشاره ويبقى متركب له تربو. وفي برده جهاز شبه البلاور بس بيطلع هواء درجه حرارته عاليه جدا وممكن تسيح اسمه هيت جان. وجبت الحاجات دي والاجهزه اللي في باقي الفيديو من موقع الدرهالي وده توكيل لكل الشركات تقريبا، وعندهم موقع فعرفت اقارن بين كل الاجهزه والاسعار واشتري في فتره تعبي وانا في البيت، وبيجي كارت ضمان سنه مع كل جهاز وهم احسن سعر لقيته. وبرده لما اتفقت معاهم عملوا خصم زياده 10% بس لازم تبعت لهم كارنيه كليه وكده هتشتري باحسن سعر وخصم حقيقي من مكان محترم. المهم جبت شنيور صغير وبيشتغل بطاريه فده هيبقى جامد، وفي 15 سرعه بتخليه يفك او يربط المسامير، والسرعات الاخيره بتخليه الشنيور يحفر. وجبت له الطقم ده فيه كل انواع المفكات ومعاه ايد حلوه برده، بس علشان الشنيور ده بيقفل اوتوماتيك على اي مقاس بونتا جواه فهعرف استخدم معاه حاجات كتير باي مقاس. فجبت بكره بتصنفر الحديد وبتعور برده وبتنضف الرزن اللي مستحيل يطلع وفرش تانية للتنظيف العادي. وجبت طقم تلميع بيجي معاه قطعه بيتركب فيها اي حاجه بسكوتش، والطقم التاني فيه قطعه زيها بس اصغر شويه وتغييرات كتير هتخلي تلميع القطع الصغيره احسن، وممكن برده يتركب عليها ورق صنفره وتبقى صنفره دائريه. واللطقم دي برده ممكن تركب معاه وهتنفع في حاجات كتير جدا. وفي جهاز شبهه بس على صغير اسمه ميني كرافت وده اللي كنت جايب له الطقم ده، وبيجي معاه اكسسوارات كتير تخليه ينحت او يبقى اصغر شنيور او صنفره او تلميع او حتى صاروخ صغير جدا. وجبت برده مسدس رش جواه الكمبرسور بتاعه وكان عندي زيه بس قطعتين والكمبرسور لوحده اكبر بكتير فده هيبقى عملي اكتر وهستخدم كل جهاز في حاجه. وفي برده ميني راوتر وده اللي بيعمل حواف اللي في الخشب وينفع ارسم بيه بسمك معين، فانتوا متخيلين هعمل بيه حاجات قد ايه. وجبت له طقم لقم كل واحده بتعمل شكل ووظيفه معينه فهعمل بيها حاجات كتير قوي. وممكن تطلب اي حاجه في الفيديو ده من موقع الدرهالي وهعمل لهم منشن تحت برده. وعموما كل جهاز فيهم عايز فيديو لوحده وليه استخدامات كتير جدا وهيطور الشغل اكتر، بس قولوا لي لو عايزين نتكلم عن حاجه فيهم بالتفصيل. واحسن حاجه ان توتال جايبين كل الاجهزه بلون اللوجو، بحب انا الهيافه دي قوي. عايز اعرف رايكم بجد وايه احسن جهاز فيهم، وفولو لايك لو عجبك الفيديو.